بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير إن شاء الله نياتنا لله حضرتن بإخلاص نكتتل. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: وبعد الكلام على الدليل النقلي في وجوب معرفة المكلف ما يجب لله تعالى وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه سنبين بعون الله كل قسم على حدة. دليل نقلي يعني قرآناوي حديثاوي ማስረጃን ካነሳን በኋላ እያንዳንዱ ሙከለፍ ለአላህ ዋጅብ የሚሆነውን ሲፋት ማወቅ አለበት። እንዲሁም ለአላህ ላይ የማይመች ሙስተሒል የሆኑትንና ለሱ ላኢቅ የሆነውን ወይም ጃኢዝ የሆነውን ማወቅ አለበት ብለን ያልነውን ካብራራን በኋላ አሁን እያንዳንዱን እነዚህን ሲፋት ሊያውቃቸው የሚገቡት ሲፋት እነማን ናቸው የሚለውን እንዘረዝራቸዋለን። فيجب عليك أيها المكلف معرفة ما يجب من واجب أي ثابت عقلا وشرعا من الصفات لله، وهي عند جمهور المتقدمين 13 صفة. مؤلف حفظه الله الشيخ جميل حليم يقول له: أيها المكلف أنت لما تيك يدرسك سوهوي يجب عليك يعني واجب يهون بهل لا الله سبحانه وتعالى بعقلم بشرعم يترقاقتوتن صفاتوች واجب يهونلتن صفاتوች ማወቅ ግድ ይሆናል واجب يهون بهل أنت لي. وهي عند جمهور المتقدمين 13 صفة. እነዚህ እያንዳንዱ ሙከለፍ ላይ ሊያውቀው ግድ የሚሆንበት ما يجب لله ምንላቸው ሲፋቶች 13 ሲፋቶች ናቸው። وأثبت القائلون بالأحوال 20 صفة لله عز وجل أي 13 المتقدمة و7 فوق ذلك. أو كثيروቹ أحوال ብለው የሚሉትን ለአላህ ያረጋገጡ እንመጣበታለን መል ሙራድ ቢል አህዋል ሚላውን እና ይህንን የጨመሩ ደግሞ 20 ሲፋ ነው ለአላህ ዋጅብ የሚሆንለት 13 ሳይሆኑ 13 ብቻ ሳይሆኑ 20 ናቸው ይላሉ። አሁን የጠቀስናቸው 13ቶቹ ጅምሁሩ የሄደበትና 7 እንደገና ጨምረው ማለት ነው። وهذا القول بال20 هو قول الباقلاني وكثير من متأخر الأشاعرة والمالكية. هي 20 صفة ነው የሚለው ከባቂላኒ እንዲሁም متأخر الأشاعرة ከአሻዒራዎች ውስጥ ቀደምቶቹ ሳይሆኑ ከኋላ የመጡት ብዙዎቹ ይሄዱበት ነው። ማሊኪያዎችም እንደዚያው ሄደውበታል። ያው አሻዒራ ማሊኪያዎችም አሻዒራ ናቸው በአጠቃላይ በሚባልበት መልኩ እንደ ፊቅህ መዝሀብ ስንሄድ ዑለማኡ ማሊኪያ በዚያ ሄደዋል ማለት ነው። وهذه الصفات 20 يمكن ذكرها على نحو البيان الآتي. እነዚህ 20 صفاتዎችን አሁን በምንጠቅሰው መልኩ ማብራራት ይቻላል። الصفة النفسية ያው እነዚህን 20 ባሉበት መልኩ ስንሄድ ክፍልፋይ አድርገን ከፋፍለን እናነሳቸዋለን። አንደኛ الصفة النفسية ምን ማለት ነው? ما لا يتعقل ثبوت لله بدونها وهي واحدة الوجود. ያው የአላህ سبحانه وتعالى መኖር የምናረጋግጥበት صفة نفسية
ያለሱ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መኖር ይሄንን ካላሰበሰን የአላህን መኖር እንዳላረጋገጥን ነው የሚሆነው ማለት ነው ሲፋ ነፍስያ የተባለችው ለዚያ ነው ግን ያው ወደፊትም ይብራራ ይሆናል ሲፈቱል ውጁድን ነው الصفة نفسية ميلوت الصفة النفسية ميلوت صفة الوجود ነው وجود يعني بإضافة درجة وجود الله تبلو ودا الله سبحانه وتعالى مضاف سلمنا رجو وجود الذات ويم وجود الله تبارك وتعالى سلمنا الويم ذات ربنا موجود سلمنا الصفة بصفة ملك بلفظا يتقسال እንጂ بحقيقة وجود الله مالت ذات الله مالتنا وجود الله مالت ذات الله مالتنا يعني إثبات ذات الله ነው በቃ ምንም እንኳን صفات ተብለው በዚህ صفاتን ስንዘረዝር ምን ጠቅሰው ቢሆንም لأنه يضاف إلى الذات كإضافة الصفة إلى الموصوف لك صفة قدرة الله اندمن له سمع الله اندمن له بصر الله اندمن له بلفظا صفة بمثل ملك من حيث اللفظ ولا الله مضاف سلمنا رجو انجي وجود الله سنل يمي فلقوا ذات الله تعالى مالتنا ذات الله مالتنا ይሄ ነው አሽዓሪ የሚያሉት ለዚህ እና በዚህ ምክንያት الصفة النفسية ይሉታል ውጁድን ሁለተኛው በቂስም ደረጃ እነዚህን ሲፋቶች ከፋፍለን ምን ገልጽበት ወይ ምን እናብራራበት طريقة ነው الصفات السلبية እነዚህ الصفات السلبية ምን ላቸው تنفي عن الله ما لا يليق به سلب ሚለው ነፊ ማለት ነው ሰልብ እና ሰልብያ የተባሉት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማይገቡትን ነገሮች ከአላህ ላይ ነፊ ምናረግባቸው ናቸው وهي أربعة القدم أي الأزلية ومخالفته تعالى للحوادث أي أنه لا يماثله شيء منها مطلقا لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال وقيامه تعالى بنفسه أي أنه غير مفتقر إلى محل ومخصص والوحدانية وقد عدها قوم 5 على اعتبار صفة البقاء منها النزي الصفات السلبية من لا تشو أردت الصفات ناتشو كفي العلماء أمست ناتشو يلالو بعض الأشاعرة أمست أرقو يقوتروا أتشوال أردتوشون مجمع لمتكس القدم أزلية الله عندهم الله سبحانه وتعالى خلق على ممثل مخالفته تعالى للحوادث يعني بذاتهم بصفاتهم بدرجتهم بسراهم كمخلوقات غار ما يمساسل مهونو وقيامه بنفسه براسه يتبقى مهونو الله سبحانه وتعالى غير مفتقر إلى محل ومخصصين محل بوتا يميفلق አይደለም እንዲሁም مخصصም እሱን በዚህ መልኩ እንዲገኝ ብሎ ለከኛ መخلوقاتዎች በሸክል በቅርጽ በለውን بمتن بحجم بأعراض القائمة فينا بزيه أرجو خصصو يسران اندمن فلقوا الله سبحانه وتعالى قال مخصص أي فلقوا غير مفتقر إلى محل ومخصصين هنا وصوصتنا أردتنا والوحدانية عند مهونو الله سبحانه وتعالى يعني ذاتم صفاتم بذاتم شريك له بصفاتم شريك له وفعلهم شريك له كفيلوቹ አምስት ብለዋታል አምስት ናቸው ብለዋል ይሉት باعتبار البقاء صفة سلبية
البقاء የሚለውን صفة سلبية ውስጥ በመቁጠር ያው ከፊሎቹ الصفات السلبية አምስት ናቸው ይላሉ እነሱም القدم البقاء المخالفة للحوادث الوحدانية القيام بالنفس ሌሎቹ ደግሞ አራቶቹን ይጠቅሱና بقاء من صفات المعاني ውስጥ ይከቷታል وصفات المعاني ሶስተኛው ደግሞ እነዚህ صفاتዎች ምን ገልጽበት መንገድ صفات النفسية እንዲሁም ደግሞ الصفات السلبية وصفات المعاني ويقال لها أيضا صفات الذات عندنا የተውሂድ ነዝሞች ላይም ወይም ደግሞ ከነዝሙ ውጪም ባለ በስድ የተጻፉትንም ነስር ላይም صفات الذات ብለው እነዚህን ሰባቶችን በከፊሎቹ ደግሞ አካሄድ ደግሞ ስምንቶቹን ይጠቅሳሉ ويقال لها أيضا صفات الذات أو الصفات الذاتية الصفات الذاتية ይሏታል وسميت بذلك لأنها صفات قائمة بذات الله أي أشياء موجودة ثابتة له يعني كل واحد منها له وجود حقيقي وهذه صفات وجودية يصح رؤيتها لو كشف الحجاب عن العباد ስለ አላህ ስናወራ ስለኛ አይደለም እና የምናወራው ተወሁም አናደርገው ሙእሚን ሙወሂድ خلاص ቆርጧል ቁርጥ አድርጎ የተወሁምን ባብ في حق الله تعالى ዘግቷል አይቻልምና ተወሁም ማድረግ አይቻልም ቅያስ ማድረግ አይቻልም ንጽጽር ውስጥ መግባት አይቻልም እንዴት ብሎ ሰው ወደ ማሰብ ውስጥ እንዳይገባ ማለት ነው لا ذات ولا صفات حقيقة لندرس አንችልም እና صفات المعاني معاني كل واحدة منها يقال لها معنى صفة معنى تبالالش እያንዳንዱ ሰባቶቹን ወይም على قول ስምንቶቹን ደግሞ معاني እንላለን ጀምዕ ሲሆን ማለት ነው እያንዳንዱ صفة معنى ይባላል ጀምዕ ሲሆን صفات المعاني እያንዳንዱ صفة له وجود يعني وجودي يالنا كما أننا نثبت ذات الله تعالى نثبت هذه الصفات أنها وجودية يصح رؤيتها لو كشف الحجاب عن العباد كباريوش لي حجاب بالنسى نورو مايت يمنشلو صفة قائمة بالذات ማየት ምንችለው አሁን ስለ አላህ ሲነገር ከባድ ጥንቃቄ ይፈልጋል ሲወራ ስናዳምጥ ذهናችንን ቀልባችን እየጠበቀን ነው እናወራው المهم عند مسلم الخالق لا يشبه المخلوقات ሚለውን ነገር ካመነ በኋላ ከዚያ በኋላ ስለሚባሉ ነገሮች ወደ ተወሁም ውስጥ አይገባም انما يؤمن بها ويصدق بها لمن ليس من شرط الإيمان أن يمكننا تصوره ليس من شرط الإيمان بالشيء أن يمكننا تصوره كإيمان شرطوش مهكل عنده يعني النجر انديت نقوله توهم مارج شرط አይደለም ለማመን شرط አይደለም يعني እስኪ ልሳለው አይባል አንተ የሆነ መስአላ ሲነገርህ ወይም የሆነ ሱራ ሲነገርህ ትስለዋለህ ያንን ስለ አላህ ሲነገርህ መሳል አትችልም لأنه الخالق أنت مخلوقنا እና ምንም አይነት ተወሁም ሳናረግ وجودي የሆነ صفة ነው እያንዳንዱ صفات من صفات المعاني الله تعالى እንዳናየው የጋረደንን ሒጃብ ቢገፍል ኖሮ እኛ ላይ ያለ ሒጃብ ነው ليس أن الله تعالى مختف وراء حجاب الله تعالى ከሆነ መጋረጃ ጀርባ ሆኖ ሳይሆን እንዳናየው الله تعالى እኛ ላይ ጋርዶብናል ማየት አንችልም ያ ሒጃብ ቢነሳ ኖሮ لرأيناها እነዚህን صفات المعاني
ማየት እንችል ነበር አሁን ሰው هل يرون ذات الله تعالى سووش مر لو كشف عنهم الحجاب لرأوه أرل هل يلزم من ذلك أن يكون جسما أو عرضا لا يلزم واضح متايت الله تعالى موجود فصح أن يرى فالبارئ تعالى موجود فصح أن يرى من غير أن يكون حجما من سايهون جسم سايهون أكال سايهون نجم تقورن بيجام سمايهم كلر يتباله هلو السنة وناي خلقه كالنسو أنم سايهون ቅርጽ የተባለን ሁሉ እሱ ነውና የፈጠረው በቅርጽ ሳይገለጽ መጠን ልክ የተባለን ሁሉ የገደበው እያንዳንዱን በተለያየ መጠን የሰራው አላህ ነውና ከመጠን የጠራ ሆኖ ሰዎች ሊያዩት ይችላሉ አይደል ለው رفع الحجاب لو كشف الحجاب ከኛ ሒጃብ ቢነሳ ነው ልክ ይሄንን እንደምናረጋግጠው ሁሉ ولا يلزم من الرؤية أن يكون ذات الله تعالى جسما አይደል رؤيا ማለት የምናየው አላህን ማየት ይቻላል ሲባል አላህ ጅስም ነው ማለት አይደለም ሙዕተዚላዎች ይሄንን ላዚም አደረጉት ይታያል ካላችሁ ጅስም ነው ወይም ጅርም ነው ወይም ሐጅም አለው ወይም አቅጣጫ አለው ልትሉ ነው አሉ لا شرط ወይም مصحح الرؤية الوجود مصحح الرؤية الوجود አለ እንግዲያውስ ለናየው እንችላለን فصح أن يرى በዱንያ ላይ አላሁ ተዓላ አልፈቀደም በአኺራ ላይ ሙእሚኖች ያዩታል غير المؤمنين አያዩትም ሙእሚኖች እንደ ደረጃቸው ያዩታል المهم ልክ ስለ ذاቱ ስናወራ እንዲህ እንዳልነው ሁሉ ስለ صفات المعاني ስናወራ እንደዚያው እንላለን لو كشف الحجاب عنا لرأيناها እነዚህን صفات እናያቸው ነበር يعني وجودي ነገር ነው وجودي ነገር ነው ሲባል ليس نفي شيء የሆነ ነገር ነፍይ ማድረግ አይደለም واضح የሆነ ነገር ነፍይ ማድረግ አይደለም صفات سلبيه ጋር ስንመጣ ምንድናቸው አለን كل واحده منها من هذه الصفات السلبيه تنفي عن الله تعالى ما لا يليق بالله واضح لمثالي وحدانية الله ستل تنفي عن الله تعالى التعدد والكثرة والشريك الكم المتصل والكم المنفصل من الله يمثل إن شاء الله كله مزرزر له إهنا النفي ما درجنا الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه سنل عدم مشابهته لخلقه أو المخالفة لخلقه سنل يعني كمخلوقات قار من مساسل نفي ما أدرجنه معناه هذه الصفة معناه هنا قيامه بنفسه سنل هيك صفة سنتقص تنفي عن الله تعالى الافتقار والاحتياج هنا نفي ما أدرج كجاينة كإله فلاجنة نفي ما أدرج يميلن معناه نيازو صفات المعاني قاس المتأجن نزي صفات المعاني لزيان علماء صفات الذات وإم الصفات الذاتية يميلوا شو زي قاس المتأجن وجودية لو كشف عنا الحجاب لرأيناها حجابه بالنسال النور أنه نبر من غير أن تكون قدرته عرضا ومن غير أن يكون علمه عرضا واضح ومن كما أنه يرى من غير أن يكون ذاته جسما الشيء الذي صفاتك وهي 8 سمنتناتشو إلى له القدرة والإرادة والحياة والبقاء والسمع والبصر والكلام والعلم النزيناتشو الصفات المعاني يمن لاتشو وهي صفات الذات الصفات الذاتية يمن لاتشو النزيهن يعني قدرة إرادة حياة البقاء والسمع والبصر والكلام والعلم النزيناتشو ياو مجمريا صفات
الصفات السلبية ሲጠቅሱ አራት ናቸው ብለው የለ አራት ናቸው በሚለው ስንሄድ እዚህ ጋር መጀመሪያ የምንጠቅሰው ሲፋቱል መዓኒ 8 ናቸው የሚለው ይሆናል ማለት ነው ከዚያ ጋር ሙስተጣቢቅ እንዲሆን እንዲገጣጠም ከዛ ሲፋ ነፍሲያ ያልናት ቅድም እንዳብራራ ነው አንድ ላይ ሲሆን 13 ይሆናል ማለት ነው يعني الصفة النفسية አለን ከዚያ በኋላ الصفات السلبية አለን አራት ናቸው አምስት ሆኑ صفات المعاني 8 ስናደርግ 13 ይመጣሉ ማለት ነው ماشي وقد عدها قوم 7 على اعتبار صفة البقاء من صفات السلب للمعاني كفيل علماء ደግሞ صفات المعاني 7 ናቸው ወደሚለው ነው ሄዱት صفات المعاني ስንት ናቸው 7 ናቸው ይሄንን ያሉ صفات السلبيان ስንት ናቸው ይላሉ 5 ናቸው ይላሉ ማለት ነው صفات المعاني 7 ናቸው ያሉ الصفات السلبيان 5 ናቸው ይላሉ ሄዶ 12 እንዲመጣ ከصفة نفسية ጋር 13 ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ ይሄዳል بقاء كمن ጋር ቆጥረዋት ማለት ነው صفة البقاء من الصفات السلبية እዛ ጋር ቆጥረዋት 5 ናቸው ሲሉ እዚህ ጋር ደግሞ 7 ናቸው ይላሉ فهذه 13 صفة واجبة لله تعالى مجمع عليها عند المسلمين عامة وخاصة مسلموች ዘንድ በጠቅላላ ሁሉ ሙስሊም ይሄንን በኢጅማዕ ያረጋገጠው ማለት ሁሉም عامهم خاصهم ይገጥምበት ጉዳይ ነው ምንም እንኳን ኢጅማዕ ሲነሳ إجماع العامة ليس له اعتبار عامة الناس የሚያደርጉት إجماع አንድ ስቴዲየም ሙሉ ሰው ተሰብስበው በሆነ ጉዳይ ተስማማን ቢሉ የሆነ ዲናዊ መስአላ ላይ እነሱ إجماع ነው ተብሎ አይቆጠርም ወይ ደግሞ ሚሊኒየም አዳራሽ ተሰብስበው በቃ ይሄ ነገር እንዲህ ነው ብለው ቢገጥሙ እስልምና መመራት ያለበት በዚህ መልኩ ነው ቢሉ ወይም ሸሪዓ ማለት እንዲህ ነው ቢሉ ወይም عقيدة صحيح يوننا عقيدة باطل هنا عندنا وبيلو والعياذ بالله إن كان مليونيوم አዳራሽ አይደለም ሌላም ቦታም ከዚያ በጣም 10 20 እጥፍ ሚይዝ መላይን የሚሰበስብ ቦታ ጋር ቢሰባሰቡ لا اعتبار بهم يا عامة الناس إجماع ቦታ የለው እነዚህ ሲፋቶች ዋጂባ መሆናቸውን ሁሉም የሚያምንበት ነገር ነው عامة الناس ያውቀዋል ማለት ነው ጉዳዩ خاصة الناس እንደዛው وزاد بعض السلف قديم بقدم كريم نعم كريم بكرم جواد بجود بعض السلف قديم ميلن قديم بقدم كريم بكرم جواد بجود ሚል እየጨመሩ አሉ ማለት ነው እነዚህ መታወቅ አለባቸው ብለው وعد عبد الله بن سعيد الكلابي 15 صفة على غير فرق في تعبيره بين صفات الذات وصفات الأفعال عبد الله بن سعيد الكلابي 15 صفاتዎችን ዘርዝረዋል ግን ፈርቅ ሳያረጉ በصفات الذات እና በصفات الأفعال መካከል ፈርቅ ሳያረጉ ዝም ብለው ሰርደን ጠቅሰዋቸዋል 15 صفاتዎችን وهو خلاف ما عليه الجمهور في التفرقة بالتعبير بين صفات الذات وصفات الأفعال وتسمية كل باسمها ይሄ ጉዳይ ግን ጅምሁሩ ካለበት ይወጣ ያለ ነው ጅምሁሩ ያለበትን ይخالف ነው የጅምሁሩ አጠቃቀም ምንድነው التفرقة في التعبير بتعبير በገለጻ ደረጃ መለያየት ነው بين ماذا وماذا بين صفات الذات وصفات الأفعال بصفات الذاتنا بصفات الأفعال መካከል በتعبير በገለጻ ይለያያሉ እንዲሁም وتسمية كل باسمها يعني صفات الذات صفات الذات صفات الأفعال صفات الأفعال ብለው ለብቻ ይለዩታል እንጂ በአጠቃላይ ሲፋቶችን
መደርደሩ የጅምሁሩ መንገድ አይደለም ነው። ሄደን መጨረሻ ላይ ከሰለፉ ከኸለፉ የገጠሙበትና ያልተለያዩበት ጉዳይ የትኛው ነው ሲባል 13ቱ ሲፋት ላይ ነው። 13ቱ ሲፋት ላይ ልዩነት የለም። ከፊሉ ይጨመር 20 መሆን አለበት የሚል አለ። ከፊሉ 20 ባይደርሰውም የሆነ ነገር ይጨምራል። አንዳንዴ የታዕቢር ልዩነት ሆኖ ታገኙታላችሁ። ቀዲሙን ቢቂደም የሚለውን በእነዚያ 20 ባሉት ከተከደ አንድ እንደገና ሊጨመር ነው ማለት ነው አይደለም? አንድ እንደገና ሊጨመር ነው እና وهكذا አንዳንዴ ወደ 21 ሊገባ ከዚያም በላይ ሊጨምር ይችላል። ወርዶ ደግሞ 15 አካባቢ ሊመጣ ይችላል። መጨረሻው ግን ሁሉም የሚስማማበትና የሚገጥምበት ምኑ ጋር ነው ሲባል 13ቱ ጋር ይገጥማሉ። ሲፋቱላሂ 13 እነዚህ ጋር ግን ይገጥማሉ። ቢጨምረው ይጨምራል። ከዚያ በላይ የሚቀንስ ግን ከ13ቱ የሚቀንስ ግን አይኖርም ማለት ነው። والصفات المعنوية المرزوقي بهدوبت صاحب عقيدة العوام ساتشو بهدوبت وبعد فعلا بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة سلالو بس ساتشو عكا هير كهيدن صفاتو النزين 20 صفان ሶስት ክፍል አርገን ሳይሆን አራት ክፍል አርገን የምናያቸው አራት ክፍል አርገን የምናያቸው الصفة النفسية الوجود عندهم الصفات السلبية አራቶቹ ወይም አምስቶቹ على خلاف بين العلماء ከዚያ صفات المعاني ሰባቶቹ ወይም ስምንቶቹ على خلاف بين العلماء ከዚያስ الصفات المعنوية አሁን معنوية ሚለውም የሚጨምሩት እነማን ናቸው? መጀመሪያ ላይ الذين قالوا بالأحوال ብለዋል። الذين قالوا بالأحوال ብለዋል። አሁን ዝርዝሩ ይመጣል። والصفات المعنوية بناء على مذهب الباقلاني ومتأخر الأشاعرة والمالكية بثبوت الأحوال أي بثبوت صفات للذات ملازمة لصفات المعاني السبع وغيرهم ممن لا يقول بالأحوال الذين قالوا بالأحوال قالوا እንደዛ ሚሉ ግን ደግሞ ይሄንን ነገር ሳይሉ ደግሞ 20 ሚሉም አሉ وهي عندهم 7 كونه تعالى نعم وغيرهم ممن لا يقول بالأحوال وهي عندهم 7 كونه تعالى قادرا ومريدا وهم نزيوا ጋር وغيرهم بميلو بجر نسدو وهي عندهم 7 كونه تعالى قادرا ومريدا وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما وعالما باقلانينا متأخر الأشاعرة عندهم مالكيوች ከነሱ ውስጥ من يثبتون الأحوال بلو የሚሉት ነገር አለ ስለ አላህ صفات ሲያወሩ ምንድነው أحوال ቢሉት بثبوت صفات للذات ملازمة لصفات المعاني صفات المعاني لازمة هنا የሚመጡ صفات ናቸው ሰባቶቹን صفات المعاني القدرة الإرادة السمع البصر الحياة العلم الكلام እነዚህን ሰባቶቹን ሙላዚም ሆነው ይመጡ በስያሜ ደረጃ أحوال ይሏቸዋል በአገላለጽ ደረጃ بين الوجود والعدم ያሉ ነገሮች እያሉ ይገልጿቸዋል بين الوجود والعدم بين الوجود والعدم ሚሉት ነገር አላቸው በመኖርና በአደም መካከል ያለ ዋሲጣ አሽዓሪ መذهባቸው انه لا واسطة بين الوجود والعدم ሚል ነገር ነው مذهب الأشعري إثبات 13 صفة 13 وغيرهم ممن لا يقول بالأحوال ሌሎችም ደግሞ أحوالا بايلو لغرض آخر ليلة علامة
እነዚህን ሲፋት እናተብታለን የሚሉ አሉ ምንድነው غرضاቸው حتى يعقل الناس عندما نقول الله قادر أي بقدرة يعني هو قادر له قدرة هو قادر بها له سمع هو سميع به ይህንን ለማረጋገጥና ተአኪድ ለማድረግ ተብሎ ነው እነዚህ መጥቀስ እንዲሁም ደግሞ ማዕሪፋውን ዋጅብ ነው ማለት ያስፈልገው ይላሉ እነዚህ የሚጨምሯቸው 7 ሲፋት ማዕናዊያ ዝም ብላችሁ በዲህየን ከወሰዳችሁት ሲፋቱል ማዕናዊያን 7 ናቸው የሚሉ ሰዎች بالمقابل ሲፋቱል ማዓኒን 7 ናቸው የሚል እንደዛ ነው የሚገጥመው አይደል ሲፋቱል ማዓኒ 7 ናቸው ካሉ ሲፋቱል ማዕናዊያ ማለት ነው ሲፋቱል ማዕናዊያ 7 ናቸው ካሉ ጨምረን 20 እናርገው ካሉ ሲፋቱ አልማዓኒን 7 ናቸው ይላሉ ማለት ነው ያው የሱ ላዚም ስለሆነ كونه تعالى قادرا እነዚህ 7ቶቹ الصفات المعنويه ምንላቸው كونه تعالى قادرا ቻይ መሆኑ مريدا የሚሻ መሆኑ وحيا هياو مهونو وسميعا سميع مهونو وبصيرا يمياي مهونو ومتكلما من ناجر مهونو وعالما اواكي مهونو قدمكو صفات المعاني لاي القدره بلنا الاراده بلنا كنزيا بتጨማሪ ነው እነዚህ معنويه መጨመር አለባቸው ማወቁም ዋጅብ ነው የሚሉት መርዙቂን ጨምረው ማሊኪ ናቸው አይደል እሳቸውን ጨምረው مالكياوች ብዙዎቹ በዚያ መልኩ ነው ሄዱት فهذه 20 صفة لله عز وجل 13 صفة مجمع عليها عند سلف الأمة وخلفها أنها واجبة لله عز وجل 13ቶቹ ሁሉም ሰለፉም خلفum اجماع ያረጋበት ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት ነው وسبعة معنوية عند بعض كفيل أشاعراዎች ጋር ደግሞ እነዚህን صفات معنويان ማወቅ واجب ነው አጠቃላይ 20 ናቸው ይላሉ المذهب الراجح 13 ናቸው የሚሉት ነው ለምንድን ነው ሲሉ ዑለማዎች አንደኛ ان كان السبب الزياده 20 መሆን አለባቸው የሚለው መነሻው حتى يتعقل حتى يفهم الله سبحانه وتعالى له قدرة سبال هو قادر بها ميلون سووش እንዲረዱት له علم سنل هو عالم به የሚለውን ነገር ሰዎች እንዲያውቁት እና ለዚህ ነው ይሄንን ያልነው ካሉ يقول الذين الجمهور يقولون يكفي من إثبات القدرة لله تعالى إثبات كونه قادرا يعني الله تعالى قدرة الوسن من مالتنا قادرنا مالتنا سلذي إهنياو قدرة له قدرة وله القدرة له العلم سنل وإن كصفاته جست العلم القدرة سنل هو قادر هو عالم ميلون كزياو لا من الرداو نغرنا مفهومنا يعني بسو وين بمخلوق درجه متن وردن سناورا اكني علم አለው ግን ጃሂል ነው ይባላል አይገጥም ማለት ወይም علم አለው ግን ዓሊም አይደለም ይባላል ወይ ደግሞ ችሎታ ነበረው ግን አይችልም ይባላል ላዚም ነገር ነው አይደለም በቃ ችሎታ አለው ካልክ ከኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ችሎታ አለው ካልክ በቃ ቻይ ነው ማለት ነው እኮ አይደለም ወቃዲር ማለት ነው ስለዚህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala له قدرة ወይም له القدرة وله العلم وله السمع وله البصر ማለታችን ብቻውን ቃዲር ነው የሚለውን በዚያው ምን ገነዘበው ነው ዓሊም ነው የሚለውን በዚያው ምን ረዳው ነው له الحياة ካለን ሐይ ነው የሚለውን በዛው ምን ረዳው ነው
ለሁል ከላሙ ስንል ሙተከሊም ነው የሚለው በዚያው ምን ረዳው ነገር ነውና ለብቻ እንደገና እንደተለየ ነገር አውጥቶ እቺንም ማወቅ ዋጅብ ነው ያኛውን ማወቅ ብቻ አይበቃም እና ማለት ይኮናል يعني ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁድራ አለው ሰማዕ አለው በሰር አለው እንዲያለን ሰባቶቹን ማረጋገጣችን ብቻ ወይም እነዚህ ማወቃችን ብቻ አይበቃም ልክ እንደተለየ ነገር كونه قادرا ማወቅ አለብህ كونه عالما وكونه سميعا وكونه مريدا የሚለውን ማወቅ አለብህ ሲባል مش የተለየ ነገር ሆነና በዛ ጋር ከተጠቀስ ነው የዚሁ መፍሁም አይደለም ወይ ስለዚህ መፍሁም እስከሆነ ድረስ በዚያው ምን ገነዘበው ሆኖ የሚወጅቡት 13 ናቸው ብለን መቆም ይሻላል اما من قال بالاحوال اضعف ነው የሚሆነው قوله اشعريም ይሄን ነገር ስለማይቀበሉት المهم ይሄም አለ ችግር የለም ሀገራችን ላይ በብዛት ተሰራጭቶ የምናገኘው ያ متأخر الاشاعره ይሄዱበት መንገድ ነው متأخر الاشاعره ወደ ኋላ የመጡት አሻዒራዎች ይሄዱት 20 ሲፋ ሚል ስለሆነ በስም ደረጃ እንኳን ስናወራ ወይም ደግሞ ስለ አቂዳ ሲነሳ 50 አቂዳ ሲባል እንሰማለን አይደል 50 አቂዳን እንደዚህ መንዙማዎች ላይ ያ ዑለማዎች መንዙማዎች የሐበሻ ዑለማዎች ላይ ሳይቀር ኪታቦቻቸው ላይ 50 አቂዳ ሚል እናገኛለን እና ምንድነው 50 አቂዳ يعني 50 عقيده ማለት ነው የሚለውን እነዚህን 20 من واجب لله 20 صفه የሚለውን 20 صفاتዎችን ለአላህ ዋጅብ ይሆኑ ከዚያ والمستحيل ضد كل واجب የሚለው ጋር ሲመጣ ደግሞ ሙስተሂል ማለት የዋጅብ ተቃራኒ ነው ዋጅቡ 20 ነው ካለን ተቃራኒው ስንት ይሆናል 20 ይሆናል 20 ይሆናል 20 በ20 ስንት ይሆናል 40 ይሆናል ማለት ነው 10 ቀረ አሁን ስለ አላህ ምናነሳው አንድ ትሆናለች ከዚህ ከ10 ውስጥ የተቀረው ስለ ነብያት ነው አንዷ ጃኢዝ ዋጅብ ሙስተሂሉን ጃኢዙን ማወቅ የተባለ ይባላል አይደል መንዙማ ላይ እናገኛለን ዋጅብ ሙስተሂሉን ጃኢዙን ዋጅብ 20 ሙስተሂል 20 40 ሆነ ጃኢዙ ደግሞ አንድ ይሆናል 41 ይሆናል ማለት ነው ዘጠኞቹ صفات الانبياء እንመለከተው አራት ዋጅቦች አራት ሙስተሂሎች 8 ሆኑ አንዲት ቀረች ጥቅልል አድርገው ለነሱ ጃኢዝ የሆነውን በጣም ሰፊ ስለሆነ ሲዘረዝሩ አይቆይም ኪታብ ማይበቃው ጠቅልለው الاعراض البشريه التي ليس فيها نقص ውርደት የሌለበት የሰው عرض መብላት መጠጣት መድከም ማግባት መውለድ መታመም መቁሰል መድማት ይሁላ ሰው ናቸውና በሸር ናቸውና የሚያመችባቸው ብለው በአንድ አድርገዋት አራት ዋጅብ አራት ሙስተሂልና አንድ ጃኢዝ ለአንቢያዎች 9 ይሆናሉ 9 ما يتعلق بالانبياء 41 ደግሞ يعني ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዋጅብ ሙስተሂልና ጃኢዝ አድርገው ድምሩን 20 ያደርሱታል 50 ያደርሱታል ማለት ነው ለዚያ ነው በ20 ነው ብዙዎቹ ሀገራችን ላይ የምናገኘው የተውሂድ ኪታብ ላይ ምናየው ይሄንን ነው ግን የጅምሁሩንና አሽዓሪም ያሉበትን ካየን የሳቸው መዝሃብ ኢቅቲዳእ የሚያረጋው አሽዓሪ 13 ብለው ተለፉዝ አድርገው ሄዱ ማለት ሳይሆን ከአሽዓሪ ከላም ከሚናገሩት ነገር ተጨምቆ የሚወሰደው የሚያመለክተው 13ቶቹን ዋጅብ ነው የሚል ነው። ባረከላሁ ፊኩም አላህ በሰማነው እንጠቀም ያድርገን።